بيقولوا مفيش أغلى من الضنا وإن الأم مستعدة تعمل أي حاجة عشان عيالها. بس هل أي حاجة دي ممكن توصل إنها تموت أكتر من 20,000 مرة؟ قصتنا النهاردة عن أم بتواجه طوفان بيمحي الحياة من على وش الأرض، وبتكتشف إن الطريقة الوحيدة لإنقاذ ابنها هي إنها تعيش لحظة موتها آلاف المرات من غير ما تفقد الأمل. فيلم بيخلط بين الخيال العلمي والمشاعر الإنسانية بشكل هيخليك تحبس أنفاسك لآخر ثانية. من غير كلام كتير، تعالوا نبدأ الحكاية. الصبح بدري أنا صحيت على ابنها جين وهو بينط على سريرها. كان عايز يروح يغطس معاها في البسين، بس هي فكرته إنه وراها شغل وهو لسه في الحضانة. في اللحظة دي أنا سمعت صوت رعد عالي جدا، فراحت تبص من الشباك. الدنيا كانت بتمطر جامد والشارع بدأ يتملي مية. بس أنا قالت لنفسها الموضوع مش للدرجة اللي تخليها تلغي روتين يومها. بدأت تجهز الفطار وهي بتحاول تستحمل شقاوة جين اللي بتفصلها. مامتها اتصلت بيها عشان تطمن على الوضع، بس أنا طمنتها وقالت لها إنها هتبقى كويسة. وهي بتطبخ أنا سمعت صوت مية غريب وافتكرت إنه جاي من الحمام. ولما لفت اتصدمت لما شافت المية مغرقة الأرض عندها. المدينة غرقت لدرجة إن المية وصلت لشباك شقتها. الإدارة أعلنت إن مية الفيضان وصلت للدور التاني في 7 عماير، والدور التالت في 3 تانيين، وكل السكان المتضررين لازم يهربوا للأدوار اللي فوق. بس الأسانسيرات كانت عطلانة. جين كان عمال يتكلم بصوت عالي ومتحمس وعايز يلعب، فأنا جابت آخرها وحطته فوق الترابيزة وقعدت تزعقله عشان مش بيسمع الكلام. بدأت تلم شنطتها ولاحظت إن المية بدأت تغطي رجلها. في الوقت ده جالها تليفون من عميل أمن في شركتها وقال لها إنه في الطريق عشان ينقذها، وقال لها ما تضيعش وقت في لم الشنط، هو عايزها تطلع فوق بس مع جين. فجأة المكالمة فصلت والنور قطع في العمارة كلها. أنا خطفت شنطة صغيرة حطت فيها دوا جين وجريت تدور عليه. لقيته زعلان ومستخبي في الدولاب، فاعتذرت له إنها زعقت له وأقنعته يخرج لما عرضت عليه تشيله على ظهرها. لما خرجوا من الشقة لقوا كل جيراتهم بيسيبوا بيوتهم ومعاهم شنط سفر. أنا كانت بتتفاديهم وهي بتجري في الطرقة وكانت عايزة توصل للسلم بأسرع وقت، بس للأسف لقت زحمة كبيرة سد السلم ومحدش بيتحرك. أنا كانت يأسة وجريت على الناحية التانية من الطرقة وشافت كل العماير اللي حواليها في نفس الوضع. وصلت لسلم الطوارئ وبدأت تطلع. جين شاف ناس بتعوم في المية، فأنا قعدت تغني عشان تلهيه. بعد ما طلعوا كام دور أنا اتصدمت لما لقيت السلم مسدود بكراكيب وحاجات كتير. نزلت جين وبدأت تتشعبط فوق الحاجات دي، بس رجلها اتزحلقت وكانت هتقع. أنا قدرت تمسك نفسها، بس لما شافت الجثث في المية أدركت قد إيه الوضع خطير، فقررت ترجع تاني. وهم ماشيين في الطرقة في دور تاني لقوا ناس كتير بتدخل الشقق عشان تستخدم الحمام. أنا سمعت اسمها وشافت عميل الأمن قريب منها بيدور عليها. كانت عايزة تجري عليه، بس في اللحظة دي لاحظت إن جين مشي ورا الزحمة ودخل شقة من الشقق. أنا دخلت وراه وقعدت تدور على ابنها بلهفة، بس اتسمرت مكانها لما شافت موجة ضخمة جاية ناحية الشباك. وده خلاها تفتكر ذكرى لما كانت محبوسة في عربية تحت المية مع جوزها جوان. الموجة كسرت الشباك وضربت كذا واحد وغرقت الشقة. أنا شنطتها وقعت منها وحاولت تعوم ناحيتها عشان تجيبها، بس الشنطة طافت وخرجت من الشباك المكسور، وأنا كانت محتاجة تتنفس. كان في مسافة صغيرة بين المية والسقف، فأنا خدت نفس عميق قبل ما تغطس تاني عشان تدور على جين. وفي أوضة تانية لقت جسم ابنها مغمى عليه، فلحقته بسرعة وجريت بيه ناحية الباب، بس مهما حاولت تفتح الباب ما كانش بيفتح، وراحت عليها نومة هي كمان. في اللحظة دي عميل الأمن هايجو فتح الباب وفوق أنا وساعدها تخرج من الشقة. عاموا لغاية السطح واتشعبطوا على سور البلكونة عشان يرجعوا للطرقة. وبعدين هايجو عمل تنفس صناعي لجين ونجح إنه يفوقه، والولد قاعد يعيط ومسك في أمه. هايجو صورهم وبعت تقرير للشركة بيأكد فيه إن الباحثة الأساسية بتاعتهم بخير. بعدها التلاتة اتحركوا وجين اعترف إن المية بتفكره بالوقت اللي أبوه غرق فيه في العربية. وهم طالعين على السلم هايجو قال لهم إن في طيارة هليكوبتر تابعة للشركة في الطريق، وشرح كمان إن من 3 ساعات في نيزك ضرب القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، فكل التلج اللي ساح جاي ناحية الشمال مع مية البحر. الحكومة كانت عارفة إن النيزك جاي وما قالوش حاجة عشان ما كانوش يقدروا يمنعوه، وده معناه إن البشرية هتنتهي النهاردة. أنا ما كانتش مصدقة اللي بتسمعه، فهايجو عرفها إن شركتها مش مجرد معمل لتطوير الذكاء الاصطناعي، شغلها كان في الحقيقة عشان يخلقوا جنس بشري جديد.
شخصين بس كانوا شغالين على محرك المشاعر، أنا ومديرتها هيان مو اللي ماتت في الفيضان مع ابنها. أنا حاولت تشرح إن محرك المشاعر لسه في مرحلة الاختبار، بس هايجو ما كانش مهتم. باقي الفرق خلصت مهمتها خلاص، في أجسام تشبه البشر خدوها وادوها ذكاء وقدرة على التكاثر، وهم بس محتاجين المشاعر. الكلام اتقطع لما جين قال إنه محتاج يعمل حمام، فجريوا على أقرب شقة. أنا استغلت الفرصة واستلفت تليفون هايجو عشان تكلم مامتها وتقول لها إنها بتحبها. فجأة سمعوا صوت في الحيطان وماسورة الغاز في المطبخ انفجرت. الغاز بدأ يملى الشقة فالتلاتة جريوا بره. الشقة التانية بدأت تنفجر والنار بدأت تنتشر في ناحيتين الطرقة. هايجو واقف على سور البلكونة عشان يتشعبط للدور اللي بعده، وبعدين أنا حاولت تناول جين ليه، بس الولد قعد يقاوم في حضنها عشان مش عايز يسيبها، وده خلاها تقع في المية. بعد ما افتكرت حادثة العربية تاني، أنا قدرت تطلع على الوش ومسكت في يافطة. عامت رجعت للمبنى وسمعت طفلة اسمها جيسو بتصرخ وبتطالب بالمساعدة جو الأسانسير. أنا حاولت تفتح الأبواب بإيديها بس مفيش فايدة، فجريت على الدور اللي بعده عشان تدور على أي أداة. في اللحظة دي شافت شوية نهيبة خارجين من شقة وبيتكلموا إنهم يهاجموا الناس، فجريت على السلم بخوف. أنا حاولت تفتح الأسانسير تاني بس المية غطت معظمه وجيسو ما بقتش ترد. موجة ضخمة ضربت المبنى وأنا غرقت تحت المية تاني، وافتكرت لما كسرت شباك العربية وجوان قال لها تعوم هي وتسبقه وهو هياخد جين، بس جوان وقع وما قدرش يعوم، فسلملها ابنهم وخلاهم يمشوا من غيره. في الوقت الحاضر أنا طلعت تاني على السلم وجريت عشان تتجمع مع جين وهايجو. ابنها ما كانش حاسس إنه كويس ومحتاج دواء، اللي أنا ضيعته قبل كده. شالته وجريت ناحية الشقق مصممة تلاقي الدواء. هايجو حاول يوقفها وفكرها إنهم يقدروا ببساطة يعيدوا خلق الطفل لأن معاهم بياناته، بس أنا رفضت تسمع، ودخلت بيت عشوائي وخدت حاجات من المطبخ عشان تخلط دواء بلدي وحطته في بق جين. فلاش باك بيوري أنا بتقول لمديرتها هيان مو إنها عايزة تتخلى عن جين. لما هيان مو استغربت وسألت لو ده بسبب موت جوان، أنا شرحت إنها عرفت جين بس بسبب الشغل، واعترفت إنها مش قد إنها تكون أم. هيان مو قالت لها مفيش حد قدها، وأكدت إن محرك المشاعر اكتمل. كمان كام شهر الشركة هتاخد أطفالهم، وهيان مو كانت بتتسائل لو كان المفروض ما يخلقوهمش أصلاً. نرجع للواقع، جين حس بتحسن بفضل الدواء البلدي واعترف إنه بيحب يحس إنه عيان عشان أنا بتهتم بيه. لما بصوا بره اتصدموا لما لقوا الشمس طلعت والعاصفة خلصت. هايجو بلغ أنا إنهم هيوصلوها للملجأ، بس جين مش هيقدر يجي، واعترف إنه ما كانش جاي عشان مهتم بالجنس البشري الجديد، هو جه عشان يشوف أنا هتعمل إيه مع جين. وقال لها كمان إن أمه اتخلت عنه وهو صغير. في اللحظة دي السما اسودت وبدأت تمطر تاني، والمية بدأت تعلى في المبنى بسرعة مرعبة. التلاتة جريوا على السلم بأقصى سرعة وسابوا المية وراهم. أنا شافت زوجين والست حامل بيطلبوا مساعدة في الطرقة، بس هايجو خلاها تطنشهم ويكملوا مشي. جين سأل أمه لو هي حست بنفس الإحساس لما كانت حامل برضه، وده خلاها تنهار وتعيط. لما هايجو راح يطمن عليها، أنا انفجرت فيه وقالت له إنها مش عايزة تسيب ابنها. هايجو شرح إنه بما إن هيان مو ماتت مع ابنها، فجين هو الأمل الوحيد للعلماء عشان يخلقوا بشر جديد. المجموعة طلعت السطح عشان يلاقوا الهليكوبتر، وهايجو قرأ التعليمات اللي بعتتها الشركة. أولوياتهم هي منع انقراض البشر، فلازم تبلغ المعمل فوراً عشان تكمل محرك المشاعر. فريق الأمن اللي جه مع الهليكوبتر سموا جين نيومان 77 وخدوه من أنا. الرجالة كتفوها وهي بتتفرج بيأس وهم بيكلشبوا ابنها. أنا ترجت هايجو يساعدها، فكشف لها إن هيان مو ما ماتتش، هي هربت مع طفلها لإنها فضلت تموت ولا إنها تتخلى عن بنتها. الرجالة نيموا جين بحقنة وبدأوا يحلقوا شعره. أنا اتجننت وقعدت تترجاهم يرحموه، وطلبت منهم يسيبوا جين معاها بس لحد ما يوصلوا الملجأ. الحراس قالوا لها مفيش ملجأ أصلاً، وضربوا هايجو بالنار. طلع إن كل الناس هتموت هنا وأنا بس هي المسموح لها تنجى. بعد ما أنا ودعت جين أخيراً، الرجالة فتحوا دماغه عشان يطلعوا بياناته وحطوها في صندوق. الهليكوبتر طارت ومعاها الطيار والصندوق وأنا بس، اللي اكتشفت إن معاها نضارة جين في جيبها. وبينما العاصفة العنيفة بتغرق الكوكب كله، 7 صواريخ سابوا الأرض شايلين العلماء الباقيين من المشروع. رسالة متسجلة من المديرة هويسو شرحت إنه في خلال 15 دقيقة آلاف الشظايا من النيازك هتقع على الأرض ومعظم الحياة هتنقرض.
العلماء والصواريخ لازم يخلصوا المشروع عشان البشرية تتطور وتعيش. الفريق بيقدر يطبع أجسام بشرية مادية خلاص، ناقصهم بس المشاعر. الهدف هو إنهم يجيبوا أم وطفل عشان يبدأوا مجتمع، والطفل خلاص اكتمل، فاضل بس يكملوا الأم. أنا اقترحت إنهم يبدأوا محاكاة تحط الأم في صعوبات كتير عشان تنقذ طفلها مرة ورا مرة، وبالطريقة دي يقدروا يجمعوا كل المشاعر الضرورية في وقت قصير. ولما شظايا النيازك كانت خلاص هتضرب الصاروخ، أنا وصلت نفسها بالمحاكاة وصحيت في السرير. المرة دي المية كانت ملت الشقة خلاص، بس جالها نفس المكالمة من هايجو بيقول لها إنهم جايين ياخدوهم. أنا فكرت في كلامها مع هيان مو وأدركت إن الحراس هياخدوا جين. بعد ما خدت الدواء، أنا قالت لجين يسمع الكلام وما يمشيش ورا أي حد غريب، لأن جين بدأ يعيط وقال لها يا كدابة، وبيسأل ليه هو عنده 6 سنين كل يوم. أنا طنشت كلامه وشالته وجريت على السلم، بس لقت الناحيتين مليانين ناس. في اللحظة دي الموجة عملاقة ضربت المبنى. أنا مسكت جين جامد وعامت للسطح، ساعدت جين يتشعبط فوق السور عشان يوصل للطرقة، وبعدين هي كمان طلعت، بس ما كانتش شايفة الولد في أي حتة. أنا جريت في الطرقة بس اضطرت تقف لما موجة ضخمة ضربت المنطقة. بصت على الفيضان بين العماير وشافت جين بيحاول يعوم. نطت في المية بس التيار كان قوي فمعرفتش توصله. ولما شافت الهليكوبتر في السماء افتكرت المحاكاة الفاتت ولقت نضارة جين في جيبها. فجأة عربية عايمة خبطتها من ورا، قتلتها وأعادت المحاكاة. بعد شوية هايجو بيعمل لأنا إنعاش للقلب عشان يحييها. الرقم 787 كان على قميصها، وده بيشير لعدد المرات اللي فشلت فيها في المحاكاة. هايجو وراها صورة كان صورها بدري، وكشف لها إن جين مشي ورا الزحمة، والطفل اللي في المية ما كانش هو. أنا راحت تدور عليه فوراً، ولما هايجو حاول يوقفها خدت مسدسه وضربت نار في الأرض وطلبت تفسير. الشقق بدأت تنفجر وبسرعة الانفجار وصل لأنا وقتلها تاني. في المحاكاة رقم 1931 أنا كانت هتقع من البلكونة وهايجو لحقها في الوقت المناسب، بس أنا ما كانتش عايزة تروح معاه عشان خايفة ياخد ابنها، فنطت في المية. ولما شافت جين في بلكونة تانية وراجل ماسكه، عامت رجعت للمبنى. بعدين أنا عدت جنب الأسانسير وسمعت جيسو محبوسة جوه تاني. حاولت تفتح الأبواب ومفيش فايدة، وانتهى بيها الحال إنها غرقت. أنا بتحاول تنقذها كل مرة وبتفضل تموت، ودلوقتي هي في المحاكاة رقم 407. طلعت فوق عشان تجيب مساحة من دولاب النظافة وكسرتها عشان تاخد الإيد بتاعتها، واستخدمتها عشان تفتح الأسانسير أخيراً. جيسو عامت لبرا ومع بعض اتحركوا للدور اللي بعده. بعدها جابوا هدوم ناشفة من شقة، وجيسو قالت لأنا إنها سمعت النهابيب بيتكلموا عن طفل. أنا جريت ناحية الصوت، بس افتكرت إن في المرة اللي فاتت اتقتلت على إيد النهابيب دول. المرة دي حاولت تتسحب جوه، بس الرجالة شافوها برضو. سألت عن جين، بس الرجالة طنشوها وحاولوا يخرجوا من الشقة. في اللحظة دي هايجو كان بيدور عليها من البلكونة المقابلة، وأنا حاولت تلفت انتباهه، فالنهابيب شدوها جوه تاني عشان محدش يشوفهم. بعد ما شافت إن أصحاب الشقة مغمى عليهم، أنا ضربت الخاطف بتاعها وحاولت تهرب، بس الراجل زنقها في الدولاب وبدأ يخنقها. أنا كانت هتموت والمحاكاة كانت هتعيد تاني، بس لقت شاكوش وقع من الدولاب واستخدمته عشان تضرب المهاجم على راسه. بس للأسف النهابي التاني شدها والرجالة استعدوا عشان يقتلوها. فجأة جيسو ظهرت عند الباب ومعاها جو اللي قدر يتغلب على النهابيب بسهولة ورماهم من الشباك. ومع ذلك أنا لسه ما عندهاش معلومات عن جين، رغم إنها فاكرة إنها ادته الدواء البيتي. أصحاب الشقة ادوها إزازة فيها باقي الدواء. أنا قالت لجيسو تيجي معاها لأن الشقة دي هتغرق قريب، بس جيسو شرحت إنه دول جدها وجدتها واختارت تفضل معاهم. بعد مكالمة من الشركة، هايجو بلغ أنا إن فريقه هيجي بمركب عشان يفتش المبنى كله على جين. أنا افتكرت إزاي الولد دماغه اتفتحت وكانت مصممة تلاقيه الأول، ففضلت تدور في كل دور. دي دلوقتي المحاكاة رقم 7993، وأنا بتكمل تدوير لحظة عملاء الأمن بيضربوا النهابيب بالنار. في الدور اللي بعده لقت رسومات طفل على الحيطة، وافتكرت إزاي جين كان بيرسم رسمة حب على التابلت بتاعها. كملت مشي واكتشفت إن الست الحامل ولدت، فساعدتها تشيل البيبي وادتهم الجاكيت بتاعها.
وهي خارجة شافت الزوج راجع بمية دافية عشان يحمي ابنه. ده خلاها تشعر بالذنب على كل الأوقات اللي طنشت فيها جين، وافتكرت إنه كان دايماً بيبعت رسوماته على تليفونها. بصت في تليفونها فوراً واتدمرت نفسياً لما لقت آلاف الرسومات ليها وهي بتسيب جين قبل ما تمشي في الهليكوبتر. في اللحظة دي هايجو نده من الدور التاني وقال إنه لقى جين. جريت فوراً عشان تتجمع بيهم، بس لما دخلت الشقة العمال هجموا عليها من ظهرها وكتفوها. هايجو قال لها إنهم هيصحوها على السطح عشان تودعهم، وأنا فكرت إنه بيموت على السطح كل مرة. وهنا اتكشف إن دي المحاكاة رقم 13417. لما هايجو حاول يسأل عن تفاصيل أكتر العمال طردوه بره. وهو راجع هايجو أخيراً شاف لمحات من المحاولات الفاتت. مسك كاس جايزة من على الرف واستخدمه عشان يضرب العمال، بس للأسف واحد منهم فاق بسرعة وحاول يضرب هايجو في راسه بالنار. أنا وهي دايخة خطفت مسدس العامل التاني وفتحت النار عشان تنقذ هايجو. بعدها هايجو أداها حقنة تفوقها تماماً وسألها إيه اللي بيحصل. أنا حكت القصة كلها وشرحت إنهم بيفشلوا في إنقاذ جين كل مرة، وكشفت كمان إنهم عملوا المحادثة دي كذا مرة، وإنهم حتى حاولوا يحاربوا العمال مع بعض بس اتقتلوا في كل مرة. أنا كانت خايفة إن جين مش عايز يشوفه، بس هايجو كان شايف إن الولد فعلاً مستنيها. في المحاكاة رقم 21499 أنا وهايجو دخلوا في اشتباك مع العمال تاني. هايجو كان عايز يجرب حاجة مختلفة فتسلقوا من الشباك عشان يوصلوا لدور تاني. وهم بيجروا في الطرقات هايجو حارب عامل بإيده واتطوع إنه يفضل يعطلهم عشان أنا تكمل تدوير على ابنها. أنا جريت على شقة فاضية وعمال أكتر هجموا عليها عشان يمسكوها قبل ما موجة ضخمة تكسر الشباك وترميهم كلهم لورا. دلوقتي وهي حرة أنا عامت عشان تدور على جين بس لسه مش لاقياه، فقررت تطلع للسطح. المية دلوقتي كانت عالية كفاية إنها توصل للسطح. لما فتح الدولاب مهجور أخيراً لقت جين مغمي عليه في الدولاب. اديته الدواء فوراً، ومع ذلك الولد ما تحركش. أنا انهارت واعتذرت إنها سابته مرات كتير، بس في اللحظة دي جين صحي وقال لها إنها عمرها ما سابتها. لما هي ودعته قالت له يستنى في الدولاب لأنها هترجع له تاني، وهي وفت بوعدها. في نفس الوقت اتكشف إن النيازك ضربت الصاروخ اللي فيه آنا وجرحتها جامد. قبل ما تموت طلبت من المديرة تستخدم عقلها للمحاكاة عشان تقدر تكون مع جين تاني. العلماء سحبوا ذكرياتها ورفعوها على النظام بتاعهم على أمل إن ده يساعد البشرية. على السطح العمال بيقربوا وموجة عملاقة كانت خلاص هتغطي المبنى. أنا اديت جين نضارته وقالت له يعوم، فنط في المية بينما العمال مسكوا أنا. فلاش باك تاني بيورينا إن جين وابن هيان مو كانوا أطفال مطبوعين بواسطة الشركة عشان يطوروا الذكاء الاصطناعي للطفل، وده اللي فسر ليه العمال أصروا إن ممكن يسيبوهم. هم كانوا محتاجين البيانات بس عشان يكملوا التجربة. جين قابل جوان بعد ما التجربة كانت بدأت بالفعل، ومع ذلك هو وافق إنه يكون أب للطفل وحتى ارتبط بيه جداً. لما جوان مات موته أثر على آنا وجين هما الاتنين. في الوقت الحاضر المحاكاة كانت هتعيد تاني. أنا قدرت تحرر نفسها من قبضة العمال ونطت في الفيضان عشان تلحق ابنها. بعد ما وقرت خلال البيانات وعامت في المية أنا طلعت على الوش ولقت جين ماسك في إريال، حضنته جامد وقالت له إنهم هيعوموا سوا قبل ما موجة تاخدهم لتحت. عشان أنا ساعدت جيسو وساعدت الست الحامل وفضلت مع جين لحد النهاية. النظام شاف انعدام الأنانية عندها وأخيراً اعتبر المحاكاة اكتملت بنجاح. الذكاء الاصطناعي بتاع آنا وجين اتحطوا في أجسام مطبوعة جديدة واتبعتوا لكوكب عشان يبدأوا مجتمع جديد بذكريات البشرية. وبكده تكون انتهت رحلة آنا المؤلمة والملحمية اللي أثبتت فيها إن مشاعر الأمومة والتضحية وإنكار الذات هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذ مستقبل البشرية، حتى لو كنا بنتكلم عن ذكاء اصطناعي في عالم افتراضي. آنا نجحت في الاختبار اللي فشل فيه الكل وقدرت تدي فرصة جديدة للحياة. لو عجبك ملخص النهاردة ما تنساش تخبط اللايك المتين وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. وقول لنا في الكومنتات، تفتكر المشاعر هي اللي بتميز البشر فعلاً ولا الذكاء؟ أشوفكم الفيديو جاي. سلام.